هنبدأ فيلمنا مع أليكس واللي بيكون طفل منطوي جدا وصاحبه الوحيد هو الكمبيوتر ومش بيقعد مع عيلته لأنهم دايما في الشغل علشان يقدروا يتحملوا المصاريف بسبب إنهم لسه ناقلين حياتهم من أوكرانيا لكندا. وكانت أمه بتشتغل محاسبة في بنك علشان تعرف تسد شوية من المصاريف، وبيكون أليكس بيستخدم الكمبيوتر والإنترنت بعد ما أمه بتخلص شغلها عليه، وبيكون بيتعلم الأكواد ونظام الحماية ونفسه يطلع زي ستيف جوب وبيل جيتس. وقرر إنه يدخل كلية كويسة وبدأ إنه يجمع فلوس علشان هو عارف إن محدش هيساعده لو طلبها، وبدأ إنه يجمع فلوس من موقع على الإنترنت بيخليه كل ما يدوس 1000 دوسة ياخد 20 دولار. وبيفرح أليكس لما بياخد أول فلوس ليه، وكان بيخبيها في الكيس علشان أبوه ما ياخدهاش منه. ولما بتبتدي خناقة مع أبوه وأمه المعتادة، كان بياخد بعضه وبيقعد على الكافيه اللي جنبهم، وهناك كان بيسمع الأخبار وهي بتتكلم عن الشبكة الإجرامية الإلكترونية بقيادة واحد اسمه زاد ومقرها في الدارك ويب، وإنهم اخترقوا كذا بنك في الشرق الأوسط ومحدش عارف يوصل له. وفي يوم بيرجع أليكس وبيلاقي أمه بتعيط وبيطلع إن البنك رفضها وبعت لها إنذار بسحب البيت علشان مش هتعرف تسد الديون اللي عليها. فبيروح أليكس وبيديها كل الفلوس اللي عملها علشان كليته، وبيقول لها انه زي ما عملهم هيعمل غيرهم. وبيطلع أليكس اوضته وهو بيفكر في البنك وانه عاوز ينتقم منه، وبيقرر انه لازم يجيب فلوس اكتر. وبيفتكر انه سمع عن حاجه اسمها الدارك ويب وبيعرف يوصل له. اول ما بيدخل بيتواصل مع الادمن، فبيقول له انه علشان يبدا يشتغل لازم يترقى لجندي اول، وعلشان يوصل للمنصب ده لازم يعمل حاجه غير قانونيه علشان يثبت ولاءه ليهم. فبيفتكر أليكس زميله المتنمر وبيعمل موقع وهمي للمكملات الغذائيه، وبيصدقوا زميله وبيبعت معلومات الفيزا بتاعته. وبيفرح أليكس ان خطته نجحت، وقبل ما يبعتها بيتواصل معاه واحد اسمه روزفلد وبيقول له لو هو فعلا عاوز ينضم ليهم، وبيقول له يقرا القوانين كويس وانه لو اتمسك محدش هيشيل معاه شيلته. فبيوافق أليكس وبيترقى لجندي اول. وبيبدا روزفلد يبعت له شويه اجهزه كهربائيه وموبايلات وسلاسل، وأليكس يتصرف فيهم وبيبيعهم. وبدأ كمان انه يبيع الكريدت كارد، وبيقدر في شهر واحد يجمع 30 ألف دولار، وبيقدر يسافر علشان يخش الكلية اللي كان حاببها، وهناك بيكمل شغل علشان يعرف يصرف على نفسه. وبسبب دخوله على المواقع كتير بدأ شوية يعرف، وبقى يتواصل معاهم بهوية مزيفة، وبقى يخترق اي كريدت كارد ويشتري بيها ساعات غاليه علشان يعرف يبيعها، بس محدش بياخدها منه لانهم بيكونوا شبه متاكدين انها مسروقه. وبيطلع أليكس وبيشوف واحد كان مراقبه من مده وبيتكلم معاه وبيقول له ان ممكن يبيع له الحاجه اللي معاه مقابل 30%، ومش بيكون قدام أليكس حل تاني، وفعلا بياخدها منه وبيعرف يبيعها بكل سهوله. وبيدي أليكس 27 ألف دولار وبيتعرف عليه، وبيطلع ان اسمه ساي وانه بيعرف يبيع اي حاجه حتى الهوا. وبيكون أليكس بيجيب الحاجه وساي بيبيعها، وبيشتغلوا فتره مع بعض لحد ما في خلال شهور بيكون مع أليكس 60 ألف دولار. وبيكون في يوم أليكس بيسمع الأخبار وبيسمع إن زيد لسه بيسرق البنوك لأنه بيحتقرها علشان بتذل الناس. وبيعرف أليكس إن الدراسة مش هدف، وإنه لازم يلاقي طريقة علشان يتواصل مع زيد علشان عاوز يساعده في اللي هيعمله. وبيطلب أليكس مساعدة ساي علشان يوصل ليه أي معلومات عن رجال الأعمال في البنوك. وبيبدأ ساي يتواصل مع كل اللي يعرفهم علشان يصوروا أي كريدت كارد بتاع واحد فيهم، ده الحلاقين وبتوع المساج اللي بيتعاملوا معاهم. وفي يوم بيتكلم ساي مع واحدة صاحبته وبتديله فيزا زبون عندها، وبتقوله انه عمل لها مشاكل كتير وعاوزة تنتقم منه. بس أليكس بيعرف من شكلها انها مش محدودة وان فيها فلوس كتير وان ممكن تعمل لهم مشكلة، بس ساي بيقوله انهم مش هيخسروا حاجة لو جربوا. وبيروحوا قدام بنك، وقبل ما يدخل أليكس بيقرر انه يشتري اغنية علشان لو رفضت يعرف انه بلغ عنها، بس بيعرف يشتريها. وبيدخل البنك وبيسحب فلوس من الفيزا كأنها بتاعته، وبيطلع من البنك وهو مبسوط جدا علشان خطتهم نفعت. وتاني يوم بيشوف زد وهو حاطط لسه بالبنوك اللي النظام الامني فيها ضعيف، وبيقرر انه هينتقم منهم اخيرا. وبعد ما بيحط الخطه بيروح البنك بحجه انه عاوز يعمل حساب جديد، وبيعرف يحط فلاشه على كمبيوتر البنك، وبيبدا انه يدخل على نظام البنك وبيدمره. وساعتها بيقول لها أليكس انه معاه مشوار مهم وهيعدي عليهم بعدين، بس مش بيعرف يهرب لان كاميرات المراقبه صورته. وبياخدوا الامن وبيجي مسؤول الامن في البنك وبيساله هو جاب ملف التشفير بتاع البنك ده منين، ولما مش بيرد بيكون هيطلب البوليس. بس بتيجي فكرة لأليكس وبيقول له إنه عمل كده علشان يثبت لهم إن نظام الحماية بتاعهم ضعيف وإنه عاوز يطوره، فبيخلي سبيله مقابل إنه يصلح النظام من تاني. وبالليل بيكون اللي عمله أليكس انتشر في الدارك ويب، وكل المخترقين عاوزين يكلموه لدرجة إن زد بنفسه أعجب بيه. وتاني يوم بيكون سايم مظبط لأليكس خروجه مع واحدة اسمها كيرو من الدارك ويب، وبينزلوا يتقابلوا وبيتكلموا عن الهاك والاختراق. وبتقول له كيرو إنه علشان يوصل لزد لازم يعمل حاجة كبيرة مش مجرد انه يدمر نظام بنك. وبيقتنع أليكس بكلامها وبيعرض عليها تشتغل معاه في سرقة الكريدت كارد، وبتوافق كيرو. وبيكون فريقهم اكتمل وبيشتروا طبعة كريدت كارد علشان تسهل عليهم الشغل. وبتقول لهم كيرو على موقع خفي محدش يقدر يمسكهم من عليه، وبتكون كيرا الضلع الأخير للمثلث، وبيكونوا فريق قوي مع بعض.
وبتكون كيرا شاطرة إنها تبيع أي حاجة لدرجة إن ساي بيشك فيها وبيقول لأليكس هي لو بتعمل كل حاجة بسهولة هتحتاجهم في إيه. وتاني يوم بيروح أليكس يقابل روزفلد اللي رقاه في الموقع وبيديله فلوس وبيسأله لو سمع عن واحدة اسمها كيرا واخدة منصب ملازم أول، فبيقول له إنه عمره ما سمع عنها. ولما بيرجع بيشوف كيرا وهي بتقول له إنهم لازم يروحوا هونج كونج علشان فيها شغل كتير حتى لو هيروح من غير ساي، بس أليكس بيرفض علشان ساي صاحبه. وبعد كده بيروح علشان يسلمه بضاعة كبيرة وبيكون ساي متضايق جدا علشان اتدبسوا في الحوار ده. واول ما بيوصلوا لمكان التسليم بيبدأ يتخانق مع ساي قدامهم، بس بيطلعوا من المافيا. ولما بيرجعوا بيقرروا انهم يسيبوا البلد فترة وبيروحوا هونج كونج وبيشتروا بيت وعربية جديدة. وفي يوم بيكونوا في محل بيشتروا شوية حاجات وبيحاسبوا بالكريدت بس من غير ما يتأكدوا منه، وبينكشف ان الكريدت مزورة، بس بيهربوا قبل ما يتمسكوا وبيروحوا يسكروا بالليل علشان ينسوا. بس ساي بيضرب واحد هناك وبيتحبسوا وبيطلعهم عم كيرا اللي هم مش عارفينه. وتاني يوم بيروح ساي ويشتري حاجات من الفيزا اللي استخدموها الاول، وبيزعق له أليكس لانه قال له انه ممكن يجيبه بسهولة وبيديله نصيبه وبيخليه يرجع لندن. وبيكون أليكس وكيرا شغلوا ناس كتير في سرقة مكن الاي تي ام اللي في هونج كونج كلها ويحطوا علامة الدارك ويب كل مكنة. وتاني يوم بيطلع خبر ان زد سرق اكتر من 2 مليون دولار من مكن الاي تي ام، وبيعرف زد اللي عمله أليكس وبيشكره وبيقول له أليكس لو ينفع يقابله. فبيقول له زد ان في حد هيتواصل معاه وبيتصل بواحد علشان يقول له هيقابله فين. ولما بيوصل بيشوف زد وبيكون شخص مختلف عن اللي متخيله، وبيطلع شاب عاجز وفيه تشوه وعايش بجهاز التنفس. وبيقول له ان لو غلط هو وعيلته هيموتوا، ولو نجحت خطته كل اللي بيتمناه هياخده. وبعد ما بيخلصوا بيكلموا ساي وبيعتذر له وبيقول له انه مستنيه في الفندق. ولما بيقفل منهم بيخش عليه اتنين. ولما بيوصل أليكس وكيرا للفندق بيلاقي ساي مدبوح في الحمام، وبيطلع دول ان تبع راجل الاعمال اللي استخدموا الكريدت بتاعته. وبينهار أليكس لانهم كانوا ممكن يكونوا مكانه، بس بتهديه كيرا لان معاهم شغل مع زاد وده مش هيعرفوا يهربوا منه. بس بيبدأ يجمعوا فريق العمل بتاعهم وبينفذوا خطتهم وبيضربوا الرئيس الاحتياطي الاتحادي. وبمجرد ما ده بيحصل بينشر أليكس وفريقه الخبر في كل حتة ان الرئيس ممكن يموت، وبتبدأ اسهم الشركات تقع وتخسر في البورصة. وبيكون زد مستني الفرصة المثالية علشان يعرف يخش السوق ويسرق منه كل الملايين. وبيجي خبر للشرطة ان الرئيس الاحتياطي الاتحادي موجود وعايش في حتة تانية، وان كل اللي حصل ده كان تمثيلية علشان يوقعوا السوق المالي. وبيكون أليكس وكيرا هيهربوا بس بيهجم عليهم مقنعين وبيضربوهم. ولما بيفوق أليكس بيلاقي نفسه في مكان غريب لوحده، فبيسافر على تايلاند لأنه بيكون متفق مع كيرا لو حصل لهم حاجة يروح يتقابلوا في مكان هناك. وبيوصل تايلاند وبيكون عايش بشوية الفلوس اللي فاضلله، وبيروح على مكان فيه نت علشان يعرف ايه آخر الأخبار. وبيدي الموظفة الكريدت بتاعته من غير ما يكشف عليها، وبتعرف الموظفة إن الكارد مزيف فبتتصل بالشرطة من غير ما ياخد باله. وبيعرف أليكس من الأخبار إن الشرطة قبضت على زد واللي معاه. وبيشوف خبر موت كيرا لما كانت بتحاول تهرب من الحكومة، فبينصدم أليكس وبيخش يدور على أي حاجة في صفحة كيرا، بس بيكون النت قطع والشرطة جت واعتقلته علشان معهوش باسبور. وبتكون الدنيا قفلت في وش أليكس وكل اللي بيفكر فيه هل أمه مستنية رجوعه ولا لا. وبعد سنتين بيطلع أليكس من السجن وبيتفاجئ لما بيشوف كيرا قدامه، فبتقول له انها كانت شغاله مخبره مع المخابرات، وانها كانت بتقول على الضابط انه عمها، وانهم زرعوها معاه علشان كانوا عارفين انك كنت هتوصل لزد، ودخلت عليه من ناحيه الفلوس. وبتقول له انها كانت لازم توديه على هونج كونج علشان زد موجود هناك، فخوفته من المافيا. ولما وصلوا عرفوا يقبضوا على زد ما كانتش عارفه انهم هيقولوا عليها ميته، وانها فضلت مستنياه لما يطلع لوحده علشان محدش يشك فيها. وبتديله جواز سفره وبتقول له ان ده الوقت انه يرجع لاهله معاها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نور.